أي سيدي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وإن شاء الله الصحة تكون بخير. قبل ما نتعداو للفيديو متاعنا كالعادة والعوايد، الناس الكل تصلي على النبي، دونك في كومنتير صليوا على النبي، واللي ما يعرفش يكتب بيصلي على النبي في قلبه. وما تنساش دعمك للفيديو هذايا بجيم وبارتاج. كما قريتم من العنوان متاع الفيديو، باش نحكيو على ألفا الحامدي اللي دونالد ترامب عينها رئيسة للجمهورية في بلاصة قيس سعيد. كيفاش؟ ما ندروش. باش نقراو مع بعضنا اسكو الاخبار هذايا صحيح والا لا. لكن قبل هذايا خليني نقراكم شنو هبطت هي على الفيسبوك متاعها. في 18 اوت 2025 اعلنت ألفا الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة عن تلقيها رسائل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفقا للبيان الذي نشرته، أكدت الرسالتان التزامهما بالعدالة والأمن القومي وسيادة القانون، وأعربتا عن دعمها لمبادرتها السياسية التي وصفتها بأنها سلطة دستورية انتقالية. يعني هي باش تنتقل بينا من عصر العصر، ولا ممكن من خلينا نقول من العالم الثالث للعالم المتقدم. تهدف إلى الحفاظ على استمرارية الدولة التونسية والالتزامات الدولية. يعني احنا ما عناش التزامات دولية، هذا اللي أكدته ألفا الحامدي. حبت تقول، وعلى فكرة راهو الستاتيو اللي هبطته راهو باللونجلي وبالفرنسي وبالعربي، ومؤخرا هبطت الستاتيو بالفرنسي وباللونجلي أكهاو. يقول القائل: علاش ألفا الحامدي تونسية تحمل الجنسية التونسية في الفيسبوك متاعها ولا في صفحتها الرسمية تهبط باللونجلي؟ سؤال يطرح نفسه، علاش تهبط باللونجلي وعلاش تهبط بالفرنسي؟ السبيحية يعني شنو؟ يعني ألفا الحامدي تنجم تكون زادة هي سبيحية، على خاطر انت اليوم كي تحب توصل ميساج باللغة العربية للشعب التونسي، انت ما يتبعوا فيك توانسه ولا اللي ينتميوا للحزب الدستوري متاعك توانسه، نورمالمون تهبط ستاتيو بالتونسي. لا، لازم تهبط باللونجلي باش هاوكا امريكا تتعاطف معاها، والا تجذب الانتباه متاع دونالد ترامب والا المسؤولين اللي يخدموا مع دونالد ترامب باش يقول لك والله هاو فما شكون في تونس، اي سيدي خلينا نهايريو، معناها ننتدبوا الانسان هذايا ونعطيوه برشا فلوس، هذا اذا كان ماهيش قابله فلوس، باش انه يحاول يبدل السيستم متاع تونس، وهكا نكونوا نحن ربحنا تونس، ويبعدنا قيس سعيد هذايا ويختانا وما عادش يعمل مشاكل متاعه، هاو يحب يصلح البلاد ويحب يطور البلاد. بين رانا كي نحكيو على امريكا بالله الميساج هذايا نحبوا يكون مفهوم. يا ألفا الحامدي، انت توا كي تزعم انه امريكا معاك ولا دونالد ترامب معاك ولا فرنسا معاك، يا اخي شكون هو دونالد ترامب وشكون هي امريكا؟ يا اخي امريكا مش اللي تساند في باش يقتلوا خواتنا باش يجوعوا خواتنا. معناها انت اليوم تحب تقول لي اللي انت تحب تحط يدك في يد واحد يديه مسخه بالدم، ونحن لازمنا نعطيو فيك الثقه؟ مستحيل نعطيو فيك الثقه اذا كان انت تتعامل مع الامريكان، هذه حاجه مستحيل. احنا سياده الدوله لازمها تكون تابعه التوانسه اكهو، ما يلزمهاش تكون ما يلزمش تكون فما اطراف خارجيه، هاو فرنسا هاو المانيا هاو رئيسة المفوضيه الاوروبيه. اش مدخلنا في الشيء هذايا؟ نحن يا بنتي تونس مستقله ولا؟ هذا اذا كان بالرسمي مستقله، اللي نحن الناس الكل نعرفوا اللي هي مازالت مش مستقله، خاطر معنا حتى رايت باش ان نصنعوا حاجه. فرنسا لتوا مازالت حاطه يديها على تونس. اما نحن نقولوا نحن بلاد مستقل، اش مدخلنا في امريكا ودونالد ترامب وارسولا؟ اش مدخلنا فيهم هذوم؟ يا اخي بالك نحن نتبعوا الاتحاد الاوروبي ونحن ما في بالناش؟ بالله يذكرينا كان نحن نتبعوا الاتحاد الاوروبي، بالله يذكرينا، خاطر ما في باليش كان جينا نتبعوا الاتحاد الاوروبي ايش نعمل انا هنا عايش؟ نهبط لتونس نعيش في تونس ما دامني انا نتبع الاتحاد الاوروبي ولا امريكا؟ ايش مدخلنا في امريكا؟ معناه اليوم تحب توصل لنا ميساج اللي انت بايعه البلاد، ما دام انت تحب تتعامل ولا ما دامك تحكي باسم دونالد ترامب ولا رئيس المفوضيه الاوروبيه، معناه انت تبيع في البلاد. احنا الشيء هذايا ما يساعدناش به. البيان الذي نشرته الحامدي يتضمن تاكيدا على التزامات تونس باستمراريه الدوله بموجب اتفاقيه فيينا للمعاهدات، مشيرا إلى أن أي إجراء إداري أو قضائي غير مشروع يهدف إلى تفويض
أسس الدولة الدستورية أو تعطيل استمرارية التزاماتها الدولية يعد خرقا جسيما لشرعية الدولة. يعني اليوم نحن لازمنا نخضع الأمريكا والاتحاد الأوروبي، يعني أي حاجة تطلبها منا أمريكا لازمنا نعملوه سمعا وطاعة. إذا كان طلبتها منا زادة كيف ولا خليني نقول طلبها منا الاتحاد الأوروبي كيف سمعا وطاعة. يا رسول الله يا رسول الله، بايعين البلاد وتخرجوا بصحة رقعة وتحكي. هذه والله استغربت منها أنا، والله اخر انسانه استغربت منها انها باش تكون بيعه ذمتها وبيعه البلاد هي الانسه هذي. علاش؟ على خاطر عوامل تاني نتذكر عملت اضرابات وعملت اضطرابات في مطار تونس قرطاج على اساس هي تدافع على، خليني نقول التونس اير، ماهيش تونس اير راي، التونس اير راي اسمها تونس ما اسمهاش تونس، اسمها تونس. معناها كي واحد يقول تونس اير ما تضحكوش عليه، تونس اير. الدافع وعاطية ما عندك اللي يشوفك يقول بالرسمي هذية تستحق تشد رئيسة حكومة. أنا واحد من الناس برجولي ننصح أي إنسان يتفرج في الفيديو هذي، راهي ألفة الحامدي تكتب باللونجلي وبالفرنسية على صفحتها الرسمية، هذا باش تجذب انتباه أمريكا وأوروبا. هذه أول حاجة. ثاني حاجة أنا ما نعطيش فيها الثقة أصلا إذا كان هي خرجت وقالت إنه جاتها رسائل من دونالد ترامب اللي نحن كتوانسة ولا كعرب ما نهضموهوش. يعني السيد ذي نعرفوه اللي هو معناه حاط يديه في الدم، يعني ما فيهاش هذيا شك ولا ما فيهاش هذيا باش نجيبوا دي بروف ولا نقولوا ها شوفوا راهو بالرسمي يبعث في دعم لذوكم ولا يبعث لهم في السوارخ ولا يقول القائل الاخرين 80 سنه ولا 70 سنه وهما يحاربوا. يا اخي منين يجيبوا يجيبوا فيها من عند الاتحاد الاوروبي من عند ذاك. اليوم تخرج لنا ألفة حامدي وتقول لك راهو جاتني رسائل من عند دونالد ترامب، يعجبك شي زاد؟ ومع ذلك لم يتم نشر نصوص الرسائل الأصلية من فون دير لاين أو ترامب. يعني هذه تنجم تكون إشاعة من ألفة الحامدي جوست باش تعمل بلبلة في البلاد وإلا تخوف قيس سعيد ولا نظام قيس سعيد. هذا اللي أخزر لي ما فماش إنسان هكا بسيط، إنسان بسيط وعنده مخ ويخمم كي يقرأ حاجات كيما هكايا يفهم انه هذه كلها اشاعات. وهاو جايين راهو روح الزبده باش نجيوه توا انه راي الاخبار هذه راي ما فماش منها اصلا. مما يثير تساؤلات حول مصداقية هذه الادعاءات. العديد من النشطاء اعتبروا أن هذه التصريحات جزءا من حملة دعائية تهدف إلى جذب الانتباه والتأثير على الرأي العام. والله أنا واحد من الناس معناها كان بالرسمي هذه دعاية معناها للحزب متاعك، مستحيل أنا مستحيل ننضم. معليش؟ على خاطر أنت ديجا حكيت على ترامب وامريكا ولا الاتحاد الاوروبي. مستحيل الحكايه ذي، مستحيل. احنا ماذا بينا فرنسا تبعدنا وماذا بينا فرنسا تخرج من البلاد وماذا بينا نصنعوا ونحلوا شركاتنا. نحن عنا كفاءات ما شاء الله، غير بركه احنا عنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فما وثيقة مصححة إنه إحنا، والوثيقة هذه قديمة، إنه إحنا ما عدناش الحق إن نصنعوا كدولة. فما حاجات ما نجموش نصنعوهم. مكثرية الشركات اللي موجودة في تونس شركات فرنسية، مكثريتها شركات فرنسية. به نتعداو توا الروح الزبد. ما حقيقة تعيين ألفة حامدي رئيسة لتونس من قبل ترامب؟ اسمع يا بوي اسمع. لا، لم يعين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ألفة الحامدي رئيسة لتونس. ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع هو جزء من حملة دعائية سياسية تهدف إلى إثارة الجدل والسخرية. ما حقيقة هذه الادعاءات؟ في أوت 2025 أعلنت ألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة في تونس أنها تلقت رسائل من رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين ومن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
تؤكد دعمها لمبادرتها السياسية، وأعلنت أنها سلطة دستورية انتقالية تهدف إلى الحفاظ على استمرارية الدولة التونسية والالتزامات الدولية. وراه ما يجيكش غريبة زاد أنه بالرسمي معناها فما منه الموضوع هذايا أنهم باش يسيبورتيوها، ينجم يكون الموضوع هذايا فما منه على خاطر السيدة هذايا ماهيش موجودة في تونس، موجودة في الخارج. قالوا أنها هربة من العدالة، والله أعلم على شنو هربة. النجم معناها نتطرقوا الموضوع هذا ونحكيه فيه أكثر. احنا ايش يهمنا في هذا؟ احنا اللي يهمنا سلامة الدولة التونسية، ويبعدوا علينا احنا اي تدخل خارجي يبعد علينا، على خاطر احنا ماناش ناقصين. ديجا اللوبيات اللي موجودة في تونس قاعدين نعانيو فيهم، ديجا توانسة منا فينا وقاعدين نحاربوا فيهم كل يوم. يا ربيش معناها نحاربوهم تزيد تجي ألفة الحامدي وتحكي باسم أمريكا والمفوضية رئيس المفوضية الأوروبية. ليه ما حشتناش؟ تو سامبلومون ما حشتناش. انت مادام ما خرجتش وما كتبتش بالعربي وكتبت بالانجلي وبالفرنسي، نفس الحاجات اللي يعملوا فيهم مكاذوكم الهشك بشك اللي يجي يبدا مثلا عنده مشكله مع واحد مثلا نتاع لا علينا يكتب لك حاجه بالانجلي باش يجذب الانتباه نتاعك الكوميونيتيز هذوكم اللي يدافعوا على الاقليه. ردود الفعل والتفاعلات. هذه التصريحات اثارت موجه من السخريه، أكيد الناس الكل سخرت منها، والانتقاد على منصات التواصل الاجتماعي في تونس. العديد من النشطاء اعتبروا أن هذه الادعاءات مبالغ فيها، واعتبروها جزءا من حملة دعائية تهدف إلى جذب الانتباه والتأثير على الرأي العام. الخلاصة: لا يوجد أي دليل رسمي أو موثق على أن دونالد ترامب قد عين ألفة الحامدي رئيسة لتونس. ما يتم تداوله هو جزء من حملة دعائية سياسية تهدف إلى إثارة الجدل والسخرية. يا ألفة الحامدي والله نحترمك، أقسم بالله نحترمك على الاضطرابات والإضرابات اللي عملتها في مطار تونس قرطاج، واللي بالرسمي مشي في بالي عندك هكايا كالنخوة متاع حب الوطن لكن برجولية ملي وليت تحكي بالانجلي وبالفرنسي في الباج متاعك تهبط في ستاتويات كيما هكايا. هذا راهو جذب انتباه لفرنسا، الاتحاد الاوروبي، امريكا، بريطانيا، على اساس معناه هما باش يتدخلوا ويعينوك انت رئيسة للجمهورية. وحتى كنت عينتي رئيسة للجمهورية بلاش باش تعمل، بلاش نية البروجرام متاعك شنية عندك هكايا مثلا بلان باش تعملوا باش تبدل حاجه. شنو باش تبدل؟ ما تنجمش تبدل. علاش؟ على خاطر الوزارات والادارات هي لب الشونجمون من الاخر. وعلى الاخر راهو زايد حط يدك في يد ما نعرفش انا اي واحد ثقه في الدوله وحاول انك تخدم معاهم، خير لك من انك جابده روحك وعامله حزب اخر وتحب تضيعنا على الهدف متاعنا اللي هو معناها باش نحاولوا نطوروا به الدولة متاعنا. زايد راهو اللي تعملي فيه زايد على الاخر وما عنده وين يوصل. وراهو التوانسه فايقين على فكرة، راهي التوانسه بدات تفيق. وحاجه باهيه انه كلنا هكايا ولينا توا نبارتاجيو في الاخبار هذيا خوفا على سياده الدوله، ونخافوا زاده على اي انسان هكايا دخيل باش يدخل لنا ويحب يفسد الدولة هذية ولا يحب يسرقها ولا يضيعها تو سامبلومون، خاطر احنا رانا شادين في شعره. دونك يا حاول انك تساهم في تطور الدولة هذية، ولا ما نعرفش برمشي شوف دولة أخرى، ولا حاول أنك تكون رئيسة في جزيرة من الجزر. راك فما جزر متروكين برا، شوف جزيرة من الجزر وعين روحك، ولا شوف شكون يعينك رئيسة. وأخطانا إذا كان ماكش بالرسمي باش تقدم بلوس، واللي نحنا عارفين إنه أنت بالحزب متاعك ما عندك وين توصل وماكش باش تقدم حتى شيء. دونك كان عندك هكا حاجة تحب تضيفها مرحبا بيك، اما باش تبدا من البعيد لبعيد هكايا وهاو قيس درا شنو يعمل وهاي رئيسة الحكومة عملت وهاو انت بعيد على تونس وتحكي لي فما مثلا ما نعرفش انا خونة في الحكومة. نحنا عارفين اللي فما خونة في الحكومة، لكن انت تتهكم وتتهاجم على رئيس الحكومة شخصيا معناه مهبطه هكايا ستاتيو في الفيسبوك متاعك تحكي على رئيسة الحكومة بالانجلي وبالفرنسي.
تي مرا بين تخدم على روحها، عايت لها قيس سعايد تجي تبدا قاعده كي تسمع فيه، تمشي تخدم خدمتها في الحكومه، تعطي اوامر منها ما غاديك تسيب عليك ولا سايب عليك ولا. سينو كان فما شكون عنده راي حط الراي نتاعو في كومنتير. وتوا ما بقى لي كي نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.